السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيت باش نشارك معكم طريقة الخل البلدي الصحراوي اللي كنخلوه مدة 10 ايام. عاده كنفتحو عليه في البيدوزة. راه صحي ومفيد، لانه كله بالاعشاب الصحية، مفيد للامعاء والمعدة والجهاز الهضمي ككل. نتمنىكم تجربوه، واللي جربوا يقول لي في التعاليق اشنو الملحه الحيه النتيجه. الريحان الخضر، السنبل، لحيه الشيخ، ورقه سيدنا موسى، زعيتره، نورة الكرموس، ودل الحلوف، اليازير، تاره، قرنفل، حنة، قزبر يابس، خرقوم عرق، كمون صوفي، العنبر، كروية، هذا يربي الكمون، خنجلان، سكنجبير. هنا عندنا الكروية وحبة حلاوة والنافع، فليو، ليد خير، الورد، الريحان الأحمر، الزعتر، شوية ديال الخزامة، كوزة، شوية ديال اللوز والسواك، حراق السوس، هادي شوية ديال التيميجة. هادو كاملين كنديروهم، كنزيدو معاهم واحد 2 حبات ديال التمر ولا 3، وواحد الزنبوعه، وكنرقدوهم، كنغسلوهم مزيان حتى كيتساسو مزيان من التراب، وكنرقدوهم في الماء، كنسدو عليهم المده ديال واحد 10 ايام. وهذا هو الخل البلدي والمكونات ديالو. بسم الله. خليه يطفى الصاك.